السلام عليكم ورحمة الله. رسميا هذه قرارات اللجنة الفنية التي عينتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بشأن بيتكوفيتش. ميسي ما زال مستمر في كأس العالم، من يوقف ميسي؟ الأرجنتين تتفوق على إنجلترا وتتأهل إلى النهائي. أهلا وسهلا بكم إخواني إلى هذا الموعد الجديد والمتجدد. إذا كل الأنظار كانت متجهة اليوم إلى المديرية الفنية التي عينتها الفاف، والتي كانت فيها الكثير من الوجوه الفنية والتقنية والمدربين الجزائريين، على رأسهم الشيخ رابح سعدان، كذلك كان هناك رفيق صايفي، أيضا محمد مخازني والمدير الفني الوطني، إذا وبعض المدربين من القسم الأول. إذا هذه اللجنة التي ضمت حوالي 35 تقني ومدرب خلصت إلى القرارات التالية، مثل ما قالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بأنها لن تتسرع وستنتظر رأي الفنيين، وسيكون رأي استشاري، استشاري ربما وليس إلزامي. هذه اللجنة خلصت إلى القرارات التالية وأوصت الاتحادية بما يلي: أولا، الإبقاء على الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش حتى كأس أفريقيا 2027، وبما أن عقده ينص على الوصول إلى النصف النهائي، بالتالي إذا لم يصل إلى النصف النهائي فهذا يعني الاستقالة مباشرة بدون تعويضات، فسخ العقد يكون بدون تعويضات. أيضا أما إذا تجاوز النصف النهائي وتأهل إلى النهائي أو وصل حتى إلى النصف النهائي فهذا يعني أنه يقوم بعمل جيد، وبالتالي لا داعي لإقالته، لأن الجزائر لو تصل إلى نصف نهائي كأس أفريقيا 2027 في أوغندا وتنزانيا وكينيا فهذا إنجاز، ربما يبقون عليه، بالتأكيد سيبقون على المدرب. ثانيا، القرار الثاني هو الاستغناء عن كافة مساعدي بيتكوفيتش. القرار الثاني هو فسخ العقد مع مساعدي بيتكوفيتش جميعا، لأنه كما ذكر التقرير لم يساعد المدرب في مهمته ولم يكونوا موفقين للإشراف على المنتخب الوطني الجزائري، وتعويض المساعد الثاني بعنتر يحيى. كذلك من بين القرارات الإبقاء أن يكون المدرب الوطني موجود هنا في الجزائر ويتابع اللاعبين، البطولة الوطنية، اللاعبين المحليين إلى آخره. قالت اللجنة الفنية أنه في حالة ما لم يوافق بيتكوفيتش فإنه سيطلب الاستقالة، لأن هذا منصوص عليه في العقد الذي مبرم بين الفاف وبين بيتكوفيتش، وبالتالي إذا اضطر إلى المغادرة أو طلب المغادرة فإن الفاف ستبحث عن مدرب جديد. هذه هي القرارات التي خلصت إليها اللجنة، ويبقى الآن في الأمر بيد صادي وبيد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي ستجتمع وتقيم لجنة أو تقيم قرارات اللجنة الفنية ثم تتخذ القرار المناسب، لأنه لا يعقل أن يأخذ بيتكوفيتش أجر سنتين بدون أن يشتغل فيهما، لأن عقده يبدأ في أوت، يأخذ عقد يأخذ أجرة سنتين وبالزيادة المعتبرة 160,000 أورو، هذا مبلغ كبير جدا. وبالتالي الاتحادية الجزائرية لن تفرط أو لن تستطيع أن تفرط في أموال الشعب الجزائري، لأن هذا يخص الشعب، يخص خزينة الدولة. الآن القرار بيد الاتحادية، ستجتمع مع بيتكوفيتش بعد العودة من العطلة وتقترح عليه هذه الأمور، إذا وافق يكمل مهمته، كذلك إذا لم يوافق فهناك أمر آخر. وأيضا من بين القرارات أنه لما يأتي عنتر يحيى سيكون تغيير كثير من اللاعبين، لأن بيتكوفيتش ذكر في تقريره أن بعض اللاعبين الدوليين الذين كانوا يثق فيهم لم يؤدوا المطلوب منهم، قال بعض اللاعبين خذلوني، كذلك تكلم عن المنظومة الدفاعية. إذا بقي بيتكوفيتش بالتأكيد أنه سيقوم بتغييرات كبيرة جدا، ولكن المشكل أن الحاجز أو الثقة انكسرت بين بيتكوفيتش والإعلاميين، بين بيتكوفيتش حتى الاتحادية نفسها، وبين بيتكوفيتش والجمهور. كيف سيقابله الصحفيون في أول ندوة صحفية، وماذا ستكون أسئلتهم؟ والطامة الكبرى، كيف سيقابله الجمهور عندما يأتي إلى الجزائر؟ هل سيقابلونه بابتسامة أم أن إذا حقق نتائج سينسى الجمهور ما حصل في كأس العالم، وخاصة بعد مباراة سويسرا وتلك الإهانات التي قام بها بيتكوفيتش للأسف الشديد. أيضا من بين أخبار المنتخب الوطني أن عيسى ماندي قد وقع عقد في نادي ليفانتي الإسباني إلى غاية 2028، وأيضا عيسى ماندي صاحب
36 سنة يعود إلى الدوري الإسباني بعد أن كان لسنوات طويلة مع ريال بيتيس الإسباني. كذلك يوسف بلايلي أمضى عقد مع الترجي التونسي حتى سنة 2028. نتمنى كل التوفيق لبابلو العودة لأنه عانى من إصابة طويلة جدا. لنعود الآن إلى كأس العالم وما حدث البارحة بين الأرجنتين وإنجلترا. صراحة الشوط الثاني البارحة للأرجنتين هو أحسن شوط ربما من كأس العالم 2022، لأن الأرجنتين البارحة أعطت درس لإنجلترا، أعطت درس في الكفاح، رغم أن الأرجنتين بطل العالم يلعبوا وكأنهم يعني جيعانين كرة قدم، يحتاجون إلى الفوز. ربما لو الملاحظ المباراة يظن أن إنجلترا هي كانت بطلة العالم وبالتالي لا يهمها التأهل، بينما الأرجنتين كانت تكافح إلى آخر دقيقة. الأرجنتين أثبتت أنها منتخب كأس عالم، لأنه هذا هو النهائي السابع الذي تصل إليه الأرجنتين، في المركز الثاني بعد ألمانيا التي وصلت إلى 8 نهائيات. الأرجنتين البارحة لا ننسى أيضا أنه مدرب المنتخب الإنجليزي الخواف توخيل هو كان من بين الأسباب. تخيل أنه كان فائز بهدف ل0 وبقي حوالي ربع ساعة أو 17 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي. ماذا فعل؟ أخرج جوردن مسجل الهدف وهو مهاجم، وأخرج وسط ميدان رايس، وماذا أدخل؟ مدافعين، وأصبح يلعب ب3 في المحور. لماذا كل هذا الخوف؟ أنت منتخب إنجلترا يعني من بين القوى الكبرى، لو فعلها منتخب صغير نعذره، ولكن أن ترجع وتترك الملعب كله لميسي ورفاقه فهذا أمر محير. أيضا الملاحظ أيضا أن الأرجنتينيين فازوا بكل الصراعات الثنائية، فازوا أيضا بالارتقاء، يعني لاعبي الإنجليز أطول من لاعبي الأرجنتين، ومع ذلك كل الكرات العالية يأخذها الأرجنتينيون، حتى الهدف الثاني لمارتينيز كان من كرة عالية، وميسي المبدع يعمل يعني 2 أسيست. والله ميسي هذا يعني أصبح ظاهرة، وأصبح لا ندري من سيوقف ميسي، لأنه البارحة كان رجل المباراة بامتياز. 2 أسيست لما ضيق عليه الإنجليز في وسط الملعب أو في وسط الدفاع الإنجليزي، وهي تلك المنطقة التي يفضلها ميسي منذ أن كبر، لأنه في السابق كان يلعب على الأجنحة خصوصا على الجهة اليمنى. البارحة لعب قليلا في أمام وسط الدفاع الإنجليزي، لما تم التضييق عليه ذهب إلى الجهة اليمنى وبدأ يقدم أسيستات على ذهب. لو سجل الأرجنتينيون كل الكرات التي قدمها ميسي لربما فازوا بخماسية أو سداسية. إذا الأرجنتين تثبت البارحة بأنها من أقوى الفرق في العالم، وبالتالي سيكون صراع كبير جدا مع إسبانيا. إسبانيا تلعب بطريقة جيدة وهم المنتخب التقني الأول في كأس العالم، ولكن الأرجنتينيين لديهم ميزتين: أولا أقوياء في الصراعات الثنائية، شرسين يلعبون بقوة، وكذلك تقنيين، يعني ليس فقط القوة. فهل سيستطيع الإسبان مجاراة هذا النسق الذي يفرضه الأرجنتينيون؟ لأن الأرجنتينيون لا يدعونك تلعب الكرة التي تريدها. الأرجنتين ليست فرنسا. فرنسا عندما تفقد الكرة يبقى 4 أو 5 لاعبين خارج اللعب لا يدافعون، يعني لا ديمبلي ولا مبابي ولا دوي ولا كذلك أوليسي يرجعون، يعني يبقى فقط 5 لاعبين يدافعون. أما الأرجنتينيين فكلهم يرجعون، رأينا حتى ألفاريز وكذلك مارتينيز لما دخل يرجعون إلى الدفاع ويلعبون بشراسة، يتركون فقط ميسي يتمشى في الأمام، ثم لما تأتي الكرة إلى ميسي يفعل بها الأعاجيب. ورأينا أيضا ظاهرة أن اللاعبين الأرجنتينيين يحاولون حماية ميسي، يعني في الملعب لما تمشي ميسي سترى ماذا سيحصل لك، يدافعون عنه بشراسة، يعني يحبونه، وهذا عكس ما يحدث مع رونالدو في المنتخب البرتغالي، أين نرى لاعبين لديهم غيرة ولديهم حسد تجاه رونالدو لا يساعدونه، بينما ميسي يحظى بكل الاحترام، يحظى بكل الحب، وتحس بأنه هو القائد الفعلي لمنتخب الأرجنتين. ونحن على موعد نهائي إن شاء الله سيكون واعد. في الأخير نتمنى منكم فضلا وليس أمرا دعما عن طريق الاشتراك والضغط على زر الإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.